لا، الاستاذ عندها فوق. ما عرفتيش التفاصيل عن المحل؟ يا بطاط يا حرامي يا جبان. يلا يا عجوزة يا مجنونة. انا مجنونة؟ انا لسه ما وريتلكش الجدران اللي على اصله. انت لسه شفت مني حاجة؟ ما انا اللي غلطان اللي سألت فيك وجدك. نعم. وانتوا كمان جايين هنا عايزين ايه ان شاء الله؟ حاضر يا سليم، امسكوا ما تخلوش يخرج. استني بس يا ماما، خلينا نفهم ايه اللي حصل. ايه الحكاية بس يا دكتور؟ وحضرتك بقى بتسألني بصفتك ايه بالظبط؟ زوج الست السابق. هي عندك اخويا، شوف لها طبيب امراض عصبية ولا انقلها مستشفى العباسية. اخرس يا كلب يا نصاب يا حرامي. تقول انك واحدة ست فانت تعرف تتبكى هتتصلب بقى. خليك مؤدب يا دكتور. شيل ايدك يا زكبة الانتيك انت كمان. ايه الاخلاق دي؟ انا تضربني بالجزمة؟ انت من امتى بتلبس جزمة يا حافي؟ ده انا اللي لبستك ولا اللي نضفتك ولا اللي خليتك بني ادم يا جربوع. يا ولية يا ولية اتلهي بقى وفوقي نفسك واحترمي سنك شوية. خلاص عمرك الافتراضي خلص، مدة صلاحيتك انتهت. عمليات الشد اللي بتعمليها دي ما عادتش بتنفع. بصي في المراية يا حبيبتي وانت تفوقي. اظن كفايه بقى لحد كده يا دكتور، ده مش اسلوب ناس محترمين ابدا. طب خلي حد تاني غيرك يتكلم على احترام، حد تاني ما يكونش اتربى في الملاجئ والحواري وبيوت العوالي. اللي زيك انت لازم يتربى. ده مين بقى استلمته؟ البودي جارد بتاعك يا باشا. شوف يا دكتور، انت ما تردش عليك بالكلام، يعني سيرتك لا من مفرداتك من حوش باردة والحواري الواطية اللي انت طالع منها. انت بتمشي عندك. طب والله العظيم هيستعمل ايه؟ لو راجل مد ايدك عليا، انت قلت انا راجل عجوز مش هقدر عليك. مد ايدك مد ايدك يا راجل. جبان. انا كنت متأكد انك جبان، ودلوقتي انت عارف الفيلا دي تاني. الفيلا دي بتاعتي انا، ملكي. وبكره ارميها هي وكراكبها.